طلعت على المسرح لتاني مرة في حياتي. تعالى اوريكم يومي كان ماشي ازاي. اتعب عشان وزني زايد ولا اتعب من تعب التمرين؟ في اليوم اللي قبل ده انا كنت راجع اصلا من بورسعيد بالليل متاخر، ويا دوب نمت ساعتين وقمت عشان انزل، والفلوج بتاع بورسعيد هو اللي نازل قبل ده على طول. وصحيت شربت النسكافيه الجميل عشان افوق ونزلت. الفكره بقى ان انا راجع من بورسعيد اصلا مقتول امبارح وصاحي يعني بضرب الجزم. وبما اني متاخر ركبت توك توك عشان يوصلني الموقف بسرعه جدا. رمسيس عمده. ورجعت في الطريق على المايند ماب اللي كنت راسمها للمواضيع اللي هتكلم فيها، وبعد ما خلصت قريت شويه برضه. بعدين نمت لي حبه عما وصلت، ونزلت الاقرب مترو عشان اركب اروح الجريك كامبس في وسط البلد. اول مره اشوف واحد رايح طالع على مسرح ببنطلون ميلتون. وكنت مستني حد يجي ياخدني من هنا عشان ما كنتش عارف اي حاجه خالص. صباح الخير. ايه؟ ممنوع القعده اصلا؟ والله مفيش مشاكل. وصلت اخيرا وكان قدامي بالظبط نص ساعه وابقى على المسرح. انا اصلا بيجي لي اسئله كده من فئه يعني انت ازاي يومك 56 ساعه؟ ده اللي ممكن يضيعنا وده اللي ممكن يرجعنا. يا حبيب قلبي انت يعني صلاتك دي اللي هتوفقك اصلا في المذاكره. فانت اصلا يعني جزء من الانتاجيه اهتمامك بالصلاه واهتمامك بعيلتك واهتمامك باصحابك. انت كده كده هتتعب. هل انا اتعب عشان بذاكر وانجح، ولا ما ذاكرش خالص واتعب بقى وانا شغال مثلا او ما الاقيش شغلانه كويسه؟ وانا ليس الانسان الا ما سعى. فاحنا لازم نسعى. بس كده. مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده. وكان موجود في الايفنت ناس كتير قوي جامدين زي شكرا يا اسطى وهبهب طبعا. هبهب جدا يو. ومفهوم النجاح بالنسبه لي، المثلث النجاح بالنسبه لي ان انت تعمل حاجه اللي انت بتحبها وشاطر فيها وبتدخلك فلوس. شهرة يعني مش اي كلام. طحالب دايما احلى في بحيرة البيران. وكان في اكتيفيتيز تانية بتتعمل هناك. وايه اغرب ميكس اكله بتعمليش مكرونه بالسبانخ. وكان وقت صلاة الجمعة جه فرحت صليت. بعدين كنت همشي بس لقيت في مجلة هناك عايزة تستضيفني، ومجلة تانية برضو لنفس الحوار. وبعد ما خلصت وجيت ماشي افتكرت معدتي فجبت البتاع ده، والعربية عطلت من السواق في السكة تكرك له كده يشرق، تكبس له يعطل. بعدين روحت وكان في بقى في البيت اكلة سمك، انما ايه. وصليت العشاء وكمان ايه ده ثانية كده، انا كان المفروض ان انا البس البتاع ده وانا ملبستوش ليه. ونزلت بعدها عشان اروح الجيم، واتمرنت تمرين دراع يعني صغيرة قوي وخلصت في السريع جدا. بعدين رجعت كان عيد ميلاد بابا، خلصت ونمت. بس كده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للبيج، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تابعوني هناك، واشوفكم تاني قريب. يلا سلام. الموضوع بيجي لي وانا مضغوط. انا مثلا ببقى مضغوط قاعد بذاكر يجي لي فكره فيديو، لكن انا قعدت الثلاث شهور بتوع الاجازه اللي فاتت ما جاليش ولا فكره جديده. الفلوجز بتاعتي حاليا في ناس بيبقى ردة فعلها حلوه قوي، ودول مثلا بنسبه 99.5%.